واتقوا الله ويعلمكم الله. من حوالي 2 سنين كده قاعدة بسكرول على الموبايل عادي بتاعي، ولقيت على جروب من الجروبس اللي أنا عليها معلمة قرآن منزلة إنه في راوند هتبدأ لحفظ سورة البقرة فور فري. والحقيقة كنت سعيدة جدا، لأن أنا كان قبليها بقالي مثلا 6 شهور ولا حاجة عمالة بقى بعافر مع نفسي كده في ايه، انا عايزة بقى ابدأ احفظ القرآن، والورد اليومي بتاعي محتاجة اثبته، ونفسي قوي يبقى معايا ناس من المحيط بتاعي يبقوا هم كمان willing ان هم يعملوا ده او حابين يعملوا ده، عشان بقى نبقى صحبة بقى واللي هي الحاجات الكيوت دي. وكنت حاولت استمر على الورد بتاعي واحافظ عليه. طب انا نفسي قوي احفظ القرآن كله، بس انا اصلا انا اصلا بكره الحفظ، ف ما اعتقدش ان ده هيبقى سهل ليا. طب خلاص انا احفظ السور اللي هي انا عارفة ان هي اساسية قوي وفيها مسجز، وان سورة البقرة اخذها بركة، وسورة يوسف فيها قصص حلوة. بدأت احط كده سبوت على كام سورة. والحقيقة اللي انا شفته او اللي حصل هنا كان في نية، وفي جوه دماغي بعد النية حوار دار بيني وبين نفسي، انه هتبدأي تاخدي الموضوع ازاي، ايه الادوات اللي انتي معاكي، ايه الامكانيات. وبدأت اقيم الحال اللي انا فيه دلوقتي، فده الحال مع النية. طب تمام، اروح بقى انا تلاقيني بشتغل في حتة تانية خالص، احاول مثلا اواظب على الصلاة في وقتها، بعمل حاجة تانية، بس انا شايفاهم مرتبطين، بس مين هيجيب فين معرفش يعني. بس انا حاسة ان هي دي الرابطة، ان انا محتاجة روحانيا تبقى في علاقة كده شوية مختلفة، فدي النية او دي الصورة كاملة، ودي المقتطفات اللي فيها. فانا بدأت اخد من هنا حتة ومن هنا حتة ومن هنا حتة. دخلت السيشن دي، حضرتها اول سيشن، يعني هي كانت محاضرة وبعديها بقى هنبدأ في الكورس كامل يعني. وحضرت المحاضرة دي، كانت كل المحاضرة بالنسبة لي في حتة، وفي آية اتقالت في الثلث الأخير من المحاضرة دي، وهي آية واتقوا الله ويعلمكم الله. والنهاردة أنا ببص لها كده، أنا ما كنتش بصلها كده دلوقتي، بس النهاردة أنا عرفت أشوفها كده، عرفت أشوفها إني لما سعيت بشكل ما ربنا علمني حاجة. واتقوا الله هنا أنا شفتها بفكرة إني قدرت أعمل نية، قدرت أجيد الصورة أو المشهد اللي أنا كنت فيه، وقدرت أخد بالأسباب اللي حصلت وامشي خطوة. أنا كنت شايفة إن دي بالنسبة لي التقوى وقتها، هو ده اللي أنا كنت قادرة أعمله، ده اللي كان في إيدي في الوقت ده كانت اللي دماغي مودياني ليه في الوقت ده. فبتعلم حاجة، وأصبحت بالنسبة لي فكرة واتقوا الله ويعلمكم الله هي منهج، عنوان كبير قوي في حياتي، حقيقة غير شكلها كله.